سلام الله عليكم الحباب. كتبدا القصه ديالنا في كردستان العراق في التسعينات مع واحد جوج خوت لاعبين الكره مع الدراري د الحوبه، كبير سميتو دانا والصغير زانا. شويه جا عندهم واحد الدري وبدا كيغوت وكيقول بلي سوبرمان جا. الدراري اللي كانوا تما كلشي شدوها بجريه وغنعرفوا بلي الدري كان كيهضر على الفيلم ديال سوبرمان اللي غيتعرض في السينما اللي في ديك المنطقه. الدراري كاملين مشاو ودخلوا للسينما الا دانا وخوه، حيت ما عندهمش فلوس التذكيره اللي كانت تساويه دينار، يعني قل من سنتيم واحد في ذاك الوقت. ولكن هما مساكن جاهم داك الثمن غالي بزاف حيت هما فقراء وما عندهمش. دانا جاتو واحد الفكره وقال لخو غنبقاو نقزو من سطح لسطح حتى لقاو شي واحد كيطلع على السينما، وداك الشيء اللي كان بقاو نقز من هنا ونقز من لهيه حتى لقاو واحد السطح كيطلع على السينما وريحو كيتفرجوا من الشرجم ديالو. ويلا غيسخنوا بلاصتهم، حصلهم مول السينما وعطاهم قتله ديال الكلاب ومن بعد طلقهم. في ديك اللحظه زانا بقى كيبكي وقال لخوه كون حتى حنا كان عندنا بانا حتى شي واحد ما يقدر يضربنا. من بعد مشاو بجوج وقفوا في واحد البلاصه ودانا بقى غير ساهي وكيشوف، والصغير سولو قال له فين كتشوف؟ دانا جاوبو كنشوف في ميريكان. خوه بقى غير كيشوف فيه وقال له شكون هي هاد ميريكان؟ دانا قال له امريكا هي البلاصه اللي عايش فيها سوبرمان. زانا في ديك اللحظه بقى مطلعها على خوه وقال له انت منين عرفتي هاد الشيء؟ دانا قال له انا ملي كنت كنقرا في المدرسه عرفت بلي سوبرمان كيهضر بالونجلي وامريكا اللغه ديالهم هي الانجليزيه واكيد هو غادي يكون عايش تماك. زانا في ديك اللحظه اقتنع بالهضره اللي قال ليه خوه ومن بعد قال ليه على نيته مسكين غادي نمشي نجيب شويه ديال الخبز والماء باش نسافروا لميريكان ونشوفوا سوبرمان على حقيقته. خوه بقى كيضحك عليه وقال ليه الموضوع ماشي بهاد السهوليه، والا بغينا نمشيو لميريكان خاص يكون عندنا باسبور. موراها مشاو للمحل اللي خدامين فيه وخداو الماتريال ديالهم وبطوا للسوق يخدموا، وخدمتهم هي كانت كيسيريو الصباط بدينار واحد. وملي كانوا خدامين جا عندهم واحد خونا يسيري الصباط وكانت معاه بنته الصغيره، ودانا في ديك اللحظه عجباتو البنت وبقى كيضحك معاها. زانا رد ليهم البال وقال لخو هادشي اللي كدير ماشي مزيان حيت السيد اللي خدامين عنده الا ساق الخبر غادي يجري علينا. وملي سالاو خدمتهم ورجعوا للمحل باش يحطوا الماتريال ديالو بالصدفه سمعوا واحد خونا كيهضر على الباسبورات. دانا مشى قصدو وقال له شحال خاصنا باش نصايبوا الباسبور. داك خونا تعجب حيت هما باقيين صغار وباينه ما عندهمش الفلوس، ولكن هو مشى معاهم على قد عقلهم وقال لهم باش تصايبوا باسبور واحد غتخصكم 8000 دينار. زانا في هاد اللحظه تصدم من الثمن اللي قال لهم وسول خوه وقال له شحال خاصنا نسيريو ديال الصباط باش نجمعوا هاد الفلوس. من بعد هادشي سمعوا الاذان ومشاو للجامع وتوضاو ودخلوا يصليو. ملي سالاو زانا هز يديه وبقى كيدعي وكيطلب من الله يتوسخوا كاع الصباب ديال دوك الناس باش يقدروا يجمعوا فلوس الباسبور. من بعد رجعوا للمحل اللي خدامين فيه. المحل كان بصير وما كيشوف حتى حاجه، ولكن كان ظريف بزاف وحنين عليهم خصوصا مع الدري الصغير. من بعد خرجوا من عنده ومشاو للدار اللي ساكنين فيها، وفي طريقهم تلاقاو مع البنت اللي كانت كتضحك مع دانا، وهو في ديك اللحظه قرر يتبعها وهي وقفات وبقات كتهضر معاه وقالت له ما تقول حتى شي واحد هضرت معاك وإلا غادي نقتلك ونشرب من دمك. دانا في ديك اللحظه رجع عند خوه هو طاير بالفرحه، اما زانا مسكين كان خدام من نيته باغي يجمع فلوس الباسبور. من بعد مشاو كيدقوا على جارتهم باش ياخذوا من عندها الماء ويغسلوا حالتهم، ولكن ولدها الطبوزي كان ديما مطلعها عليهم حيت هما فقراء وما عندهمش. زانا في هاد اللحظه كان ناوي يقلبها مع صباط، ولكن خوه الكبير شدو قال له خاصنا نسكتوا حيت هي امو الوحيده اللي كتعاوننا وكتعطينا الماء. ولكن زانا ما بغاتش تسرط ليه وقرر يشريها للطبوزي مع امه، وقال ليها ولدك ديما كيسرق التفاح للراجل اللي خدام عنده حيت هو بصير. في ديك اللحظه ما نعاود ليكم شداتو من ودنو وصبناتو قدامهم وهما بقاو كيضحكوا عليه. من بعد هزوا سطوله ديال الماء وطلعوا فوق واحد الدار مهجوره وبقاو كيغسلوا حالتهم تماك. زانا في ديك اللحظه قال لخوه واش ضروري خاصنا نديو كادو لسوبرمان الا تلاقينا معاه؟ دانا بقى كيضحك عليه وقال له سوبرمان لاباس عليه وكاع ما محتاج الكادو ديالك. من بعد ما غسلوا حالتهم هبطوا باش يمشيو للمحل اللي خدامين فيه، وملي كانوا غاديين تلاقاو مع البنت اللي كانت مع دانا وهي قالت له السلسله ديال الذهب ديالي طاحت ليا في الواد وما عندي حتى شي واحد اللي يقدر يجبدها. دانا في هاد اللحظه ترجل ومشى قصد الواد جبد ليها السلسله وقال لخو سير بوحدك للخدمه حتى نتبعك. داك الشيء اللي كان زانا قصد المحل اللي خدامين فيه وكان ساخط حيت خوه فضل البنت على الخدمه. الشيباني اللي كانوا خدامين عنده حس بيه كاعي وسولو مالك. زانا قال ليه دانا خلاني ومشى تابع واحد البنت. الشيباني اللي سميتو جمال بقى كيضحك عليه وقال ليه حتى انت غيجي واحد النهار وغدير
ودير ما أكثر منه. زانا سولو على نيته قال له واش حتى انت ملي كنتي صغير كنتي كتبع البنات؟ الشيباني في ديك اللحظة قال له ما عمري تبعت شي وحدة من غير مراتي، وهي كانت أحسن مرأة في العالم بالنسبة ليا، ولكن للأسف ماتت ملي كانت كتولد. زانا قال لي أنا ما كنحملش داك الولد عندك حيت كاع ما مسوق ليك، ولكن الشيباني قال له واخا هو ما مسوقش ليا غنبقى كنبغيه حيت هو الولد الوحيد اللي عندي. وفي نفس اللحظة الشيباني قال لزانا يجيب لي 20 عود صغير. زانا خرج يقلب على العواد حتى جمعهم وجابهم ليه. الشيباني عطاه واحد العود وقال له هرسو، وهو قدر يهرسو بالزربة. من بعد الشيباني عطاه العواد اللي بقاو وقال له هرسهم دقة وحدة، ولكن زانا ما قدرش يهرسهم حيت كانوا بزاف. الشيباني في ديك اللحظة قال لزانا هاد العواد اللي عطيتك بحال العائلة، الا بقيتي انت وخوك مجموعين حتى شي قمقم ما غادي يقدر عليكم، ولكن الا تفارقتوا غتكونوا ساهلين لوحدين اخرين. من بعد الشيباني قال ليه جا عندي واحد الكليان شحال هادي وصايبط ليه واحد الراديو، ولكن هو ما كانش عنده باش يخلص وعطاني هاد الساعة دوزات معايا شحال وعزيزة عليا وعطاها ليه. زانا في هاد اللحظة خدا الساعة وكان فرحان بها بزاف. الجهة الاخرى كنشوفو دانا تلاح في الماء باش يجبد السنسلة، ولكن بلا مكلخ الاخر ما كانش كيعرف يعوم وكان على شوية غيغرق، ومن الزهر ديالو شي ناس كانوا تماك وقدروا يعتقوه في اخر لحظة. ومن بعد ما دازو شي سويعات زانا سال الخدمة ورجع للمحل اللي خدامين فيه، ولكن مع وصلت تصدم ملي لقى الجوقة قدام المحل وكانت باينة بحال الا وقع شي حاجة خايبة. زانا حاول يدخل المحل ولكن واحد خونا هزو ما خلاش. زانا سولو قال له علاش الناس واقفين قدام المحل؟ ديك اللحظة جاوبو خونا وقال له عمك مشى عند الله. زانا بقى فيه الحال وبقى كيفركل بالبكا، خصوصا ملي شافهم غاديين به، بقى كيبكي وكيغوت على الشيباني وقال له ياك قلتي لينا ما غتخليناش بوحدنا، حيت هو كان الشخص الوحيد اللي معوضهم في عائلتهم. من بعد غنشوفو دانا مشى عند خوه وريحو في نفس البلاصه اللي كيريحو فيها. دانا طلب السماحه من خوه وقال له حتى انا عزيز عليا عمي، ولكن حياتنا ما غتوقفش عليه، خاصنا ضروري نسافروا للميريكان. ولكن زانا قال له كيفاش غنسافروا حتى من الفلوس الباسبور ما عندناش. ودانا في هاد اللحظه جبت السلسله ديال الذهب دهيلين وقال له انا لقيتها في الواد وما غاديش نعطيها ليها حتى غنبيعوها ونسافروا للميريكان. زانا في ديك اللحظه غيطير بالفرحه. من بعد هادشي رجعوا بجوج عند خونا اللي سولوا على الباسبورات وقالوا ليه يصايب ليهم الباسبورات مقابل السلسله ديال الذهب، ولكن داك خونا ملي خدا السلسله من عنده قلبها قال لهم هذه ما ساويه حتى وسه، وهذا الشيء علاش ما نقدرش نعاونكم. في نفس اللحظه كان مريح حدا واحد الراجل ملي شاف دانا عرف باه وقال له باك دوز معايا الكيره وعتقني شحال من مره، انا اللي ندبر عليكم تمشيو للميريكان بلا وراق. ولكن صاحبو رفض وما خلاش وقال لي ما خصنا مشاكل ونقدروا نمشيو فيها بسببهم، وجرى عليهم من تماك. اش يديروا ما يديروا دانا وخو زانا قرروا يشريو حمار ويسافروا به الميريكان، وهما شراو واحد الحمار وقرروا يسافروا به ويحققوا الاحلام ديالهم. زانا قبل ما يمشي وطلب من خوه باش يزوروا القبر ديال باهم وامهم، وفعلا دانا وافق ومشاو للمقبره وبقاو كيدعيو معاهم. من بعد ودعوهم وقصدوا السوق وخداو الماكله اللي غيحتاجوها، وموراها ركبوا على الحمار وتحركوا، وكاع صحابهم ودعوهم وبقاو كيشجعوا فيهم. زانا الطريق كلها هو كيسول خوه على امريكان وسوبرمان، ودانا كان كيجاوبوا بالاجوبه اللي كيبغي يسمعها. وهم شادين الطريق شافوا واحد الكاميون شارجي بكوكا، وزانا قال لخو سير جيب لينا واحد جوج قراعين تبردوا بهم، وقال لي ما تخافش انا غنبقى حاضي معاك من هنا. زانا في ديك اللحظه وافق ومشى يجيبهم، وزانا تحرك ولكن من ظهروا العوج الكاميو زاد وما قدرش يهبط منه. دانا هبط بقى تابع الكاميو ولكن ما قدرش يوصل ليه. في هاد اللحظه تفارقوا. زانا بقى مكمل في الطريق غير هو والحمار ديالو، بقى غادي حتى شاف واحد الشيباني جار كروسه وكانت باينه ثقيله عليه. هو هضر معاه وقال ليه اربط الكروسه بالحمار ونمشيو بها. بقاو غاديين في الطريق حتى زانا ضرب على خوه وراه جاي كيجري، وزانا فرح بزاف ملي شاف خوه مره اخرى مشى كيجري لعندو عنقو، ودانا كان جايب ليه معاه المناضل اللي فرقاتهم. ومن بعد سلموا على داك الشيباني وكملوا طريقهم، وملي ظلام عليهم الحال نعسوا فوق واحد الجامع. في الصباح كملوا طريقهم حتى وصلوا لواحد الباراج ديال البوليس. واحد البوليسي قال لهم فين غاديين، وهما على نيتهم قالوا لي غاديين للميريكان. البوليسي في ديك اللحظه بقى كيضحك عليهم وقال لهم تحركوا عليا من هنا ورجعوا منين جيتوا. دانا وخو قرروا يرجعوا لديورهم ومشاو عند واحد خونا يقدر يعاونهم، وفعلا داك خونا وافق يعاونهم مقابل السلسله وقال لهم غدا في الصباح نتلاقاو. من بعد دانا وخو قرروا يبيعوا الحمار في السوق حيت غادي يسافروا مع خونا بلا وراق. شويه دانا كيضرب على هيلين ومشى لعندها، وهي قالت ليه راه ولينا ساكنين في الدار رقم 13 الزنقه واحد، وغدا في الصباح خاصنا نتلاقاو باش نهضروا على خاطرنا. داكشي اللي كان. دانا وخونا عسوا فوق واحد الدار قريبه لدار هيلين، ودانا بقى الليل كامل وهو كيتسنى تخرج من الدار. ملي خرجات مشى لعندها وبقاو
لقاهم مريحين كيهضروا، وهي قالت لهم اللي كانت ناويه تسافر للميريكان على قبل الخدمه ضباها، ولكن للاسف ما بقاوش غاديين. دانا ملي سمع هاد الهضره ما عجبوش الحال، حيت هو اصلا كان باغي يسافر على قبلها وماشي على قبل سوبرمان. في ديك اللحظه رد ليها السلسله ديالها وهي خلاته ومشات. من بعد مشى هو وخو عند الراجل اللي غادي يهربهم، خونا سولهم على السلسله. دانا قال ليه طاحت ليا، وخونا ملي سمع هاد الهضره تعصب عليهم وقال لهم ضيعتوا ليا وقتي في الخاوي، ولكن اللي كيلعب مع الدراري كيصبح فاطر. زانا بقى كيعربط على خو حيت طيح السلسله، ولكن دانا جاه من الاخر وقال ليه انا ما كنتش باغي نسافر للميريكان على قبل سوبرمان، كنت باغي نمشي على قبل هيلين، وهي دابا ما بقاتش غاده وانا عطيتها السلسله ديالها. وقال ليه حتى انا ما بقيتش مسافر. زانا مسكين بقى فيه الحال وقال لخو من اليوم ما انت خويا مال اخوك، وما بقيتش باغي نشوف وجهك مره اخرى، وخلاه ومشى. وبقى كيجري حتى دخل لواحد المصنع ديال التبغ وتخبى في واحد الكاميو. من بعد مده تحركوا دوك الكاميوات وداوه معاهم بلا ما يعيق. انا في هاد اللحظه قصد ديك البلاصه وبقى كيسول على خوه، وعرف باللي هو مشى مع دوك الكاميوات، وحتى هو دخل داك المصنع وركب في واحد الكاميو بقى مخبي تما حتى تحركوا وتبع خوه. وفعلا هو قدر يوصل لعنده وطلب منه السماح وقال له انا سمحت في كل شيء وجيت لعندك. ومن بعد تصالحوا بقاو كيديروا حركات ديال سوبرمان. في نفس اللحظه الكاميو وقف بهم وهما يهبطوا، حسوا براسهم تالفين وبقاو غير غاديين تما حتى شافوا صاحب باهم ومشاو كيجريو لعنده وقالوا ليه باش يعاونهم. هو وافق وقال لهم غنصيفطكم مع عمكم جمال، وهو غادي يخبعكم في الكوفر حيت ما عندكمش الوراق، وملي توصلوا للمدينه غادي تتبناكم شي عائله وغيديروا لكم الوراق. وفعلا داك الشيء اللي كان، مشاو عند جمال وقاد لهم بلاصه في الكوفر، وقال لهم ملي غنوصلوا لشي باراج غادي نضرب جوج ضربات في الباب، وملي تسمعوا الدقه قطعوا الحس باش ما يسمعوكمش البوليس. وفعلا داروا داك الشيء اللي قال لهم جمال ودازوا من الباراج. ولكن جمال خوا بهم في نص الطريق وهبطهم من الطوموبيل وقال لهم ما نقدش نزيدكم معايا اكثر حيت الباراج اللي جاي فيه الكلاب وما غاديش تقدروا تدوزوا عليهم وغنمشيو فيها كاملين. وخلاهم في نص الطريق وتحرك. الخوت ما بقاو عارفين ما يديروا، قرروا يبقاو تابعين الطوموبيل حيت ما قدروش يرجعوا لديورهم وهما ما عارفينش اصلا فين كاينين دابا. بقاو غاديين حتى لواحد اللحظه انا عفط على واحد اللغم وبقى مبلوكي في بلاصتو ما قادش يتحرك، حيت الا مشى حتى تزعزع من بلاصتو زريعته غادي تشتت. هو قال لخو بعد من هنا حيت ابسط حركه كنديرها يقدر ينفجر داك اللغم. موراها بقى كيبكي وخلى خوه مشى لواحد السوق وبقى كيطالب الناس باش يعاونوا خوه، ولكن للاسف حتى شي واحد ما تسوق ليه. من بعد ما دازت مده على خوه هو واقف في الشمس العيا بزاف وكان فيه الجوع والعطش. ديك اللحظه قرر يتحرك من بلاصتو واللي بغى يوقع. وفعلا تلاحوا ما وقع ليه والو حيت داك اللغم كانوا غير حاطينه تما كيخلعوا به الناس. زانا في ديك اللحظه ما قداته فرحه حيت تكتب ليه عمر جديد. من بعد مشى كيقلب على خوه ولقاه مريح كيبكي وكيطلب في الناس باش يمشيو معاه. زانا في ديك اللحظه ملي شاف خوه قال ليه واش مازال عايشه الجن، وقال ليه واش كاين شي سوبرمان كيموت. ديك اللحظه جراو عند بعضياتهم وتعانقوا وقرروا يحيدوا من بالهم شي حاجه سميتها امريكا ويبنيو حياتهم ازيرو في ديك المنطقه. من بعد ما غدر بهم كل شيء. هكا يا العشرة نكون وصلنا نهايه الفيديو. نتمنى الملخص يكون عجبكم. ما تنساوش ديروا لنا لايك وسبسكرايب باش توصلوا ديما بالجديد. بسلامه، تهلاو.